بصيت للي بيحصل اليومين دول هتلاقي ان الاعلام بتاع نادي الزمالك بدال ما يطالب الدولة انها تحاسب المسؤولين اللي باعوا الارض واللي ما عملوش انشاءات على ارض نادي الزمالك اللي اتسحبت اللي في 6 اكتوبر، عمالين يعيطوا ويزيطوا. بدل ما انت طالب ان الناس اللي مسؤولة عن المصيبة اللي حصلت دي تتحاسب، لا ده ناس باعت. انت متخيل ارض مخصصة بسعر رمزي وتسهيلات في السداد لنادي الزمالك، تيجي انت كمسؤول تبيعها لمستثمرين عشان يعمل كومباوند او غيره وتستفيد انت بفرق السعر؟ طب ازاي يعني؟ معلش، انت كراجل اعلامي دلوقتي المفروض تعمل ايه؟ المفروض تهاجم الدولة، ولا المفروض ان انت تطالب المسؤول عن اللي حصل ده ان هو يتحاسب؟ ده قضية فساد. انت متخيل؟ طيب سابوا ده كله، سابوا المصيبة السوداء اللي هم واقعين فيها، الارض اللي هي بتاعت 6 اكتوبر اللي اتسحبت منهم، وعمالين يعيطوا. تمام. وماسكين في ان الانشاءات بتاعت النادي الاهلي، بتاعت الاستاد النادي الاهلي وقفت. لا، وقفت ليه يا عم؟ قال لك لا تربه اسمنتيه. طب ما ايه المشكله ما لا تربه اسمنتيه؟ انت زعلان ليه؟ ما التربه اسمنتيه بتحفر فيها الاسمنت اللي انت بتبني بيه ده اساسا، ما هو طالع من التربه الاسمنتيه. مسكوا في الكلمه بتاعت شوبير، لقوا تربه اسمنتيه في الحفر. شوبير ما قالش الحفر وقف، ما قالش انشاءات هتقف، ما قالش اي حاجه. ده هو كل اللي قال له تربه اسمنتيه. تربه اسمنتيه بتحتاج معدات معينه بتحفر، وهي شغاله والحفر شغال دلوقتي، مفيش اي مشكله خالص. ما هو التربه الاسمنتيه بيطلع منها اسمنت. عملوا زيطه وهليله وبتاع، كانه انتصار تاريخي هم عملوه، واصلا في حاجه هم مالهمش علاقه بيها. يعني ما تخليك في حالك يا عم، انت خليك في حالك انت كاعلام نادي الزمالك، وخليك في المصيبه السوداء اللي نادي الزمالك فيها، وخليك في المسؤولين اللي هم فاسدين في نادي الزمالك اللي بايعين الارض اللي في 6 اكتوبر بدل ما يعملوا عليها انشاءات للنادي، وسيبك من الاهلي.